السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. آه كل سنة وانتم طيبين بمناسبة فصل الشتاء طبعا دايما بتهل علينا كده بخيرها وبالخضر الجميل بالروايح الحلوة. يا رب تبقى علينا خير وعلى أهل غزة يا رب كلهم بإذن الله، ربنا ينصرهم ويثبتهم ويقويهم إن شاء الله ويرد ليهم أرضهم كده ردا جميلا يا رب، اللهم آمين. تعالوا نعمل النهاردة شوية معجنات حلوة قوي قوي، تبدو كده ان هي صعبة وان انا عاملة 100 عجينة، ولكن الحقيقة مش كده خالص، هي عجينة واحدة هنطلع منها النهاردة حوالي 5 اشكال. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وركزوا معايا هتلاقوا الحكاية سهلة جدا. العجينة بتاعتنا النهاردة فيها مكونات حلوة يعني مغذية من الاخر. معايا ايه 3 مجات من الحليب. تمام. كنت غالياه وبرد. دلوقتي معايا مج من الزيت قسمته، هاخد كوباية الا ربع وهشيل الربع كوباية هستخدمها في الاخر. معايا كمان كوباية من الزبادي. معايا بيضة، فصلت الصفار عن البياض، وممكن تزودي وتستعملي 2، يعني بدل بياض واحد تستعملي 2. الصفار ده مش هرميه، هدهن بيه وش المعجنات في الاخر. طيب هضيف ايه كمان؟ هضيف 4 معالق من السكر، 4 معالق من اللي بناكل بيها الرز دي. سكر. هحط كمان معلقتين من الخميرة الفورية. الخميرة بتاعتي مش أظرف جاهزة، الخميرة دي سايبة من عند العطار وأنا جربتها وبصراحة لقيتها ممتازة. المهم تتأكدي إنها بس إيه شغالة يعني. ضفت كمان معلقتين من الخل وده محسن حلو جدا للعجين. ضفت ظرف من البيكنج باودر. ودلوقتي انا معايا كمية الدقيق كلها اللي هستخدمها هما 2 كيلو. هاخد منهم كده شوية بالبركة حوالي كوبايتين مثلا. انا معايرتش زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. الكوبايتين دول هعمل ايه؟ هعمل تخميرة اولانية. هسيب الكوبايتين دول يشتغلوا كده ويختمروا مع المكونات اللي انا حطاهم كلهم مع بعض. هقلب الكلام ده كويس جدا بالمضرب علشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. وهغطيه 10 دقايق، مسافة 10 دقايق بالظبط. كان ما شاء الله النتيجة مختلفة تماما. رغوة وفوران كده وفوم عالي وما شاء الله، يعني ادتني نتيجة حلوة جدا. اهو غطيتها. ودي بقى شكلها بعد ال10 دقايق، بصوا ما بقاش بقى ايه حبيبات ودقيق ولا حاجة سايلة كده، لا دي بقت فومي جدا. دلوقتي بقى هنخل بقيت كمية الدقيق بتاعتي، بقيت ال2 كيلو. وهكمل بقى العجن بتاعي. طبعا النخل الدقيق مهم جدا، بيدخل هوا كده وبيخلي الايه القوام بتاع العجينة بتاعتي او المخبوزات لما تتخبز بتبقى حلوة قوي. طبعا انا الحزام بتاعي يعني ما شاء الله تقريبا كان عايز يدوق العجين، كان داخل في قلب الطبق. ساعات الواحد وهو بيشتغل مش بياخد باله من الحاجات دي، بس لما باجي بقى اعمل مونتاج اشوف بقى كل الحاجات دي. زودت ايه على الدقيق بتاعي؟ معلقتين صغننين من الملح. طبعا هي الملح سنة وكمان يطعم لي بس العجين. هبدأ بقى ألم العجين بتاعي. أنا حطيت طبعا كمية السوائل كلها في الأول. دلوقتي عملت إيه؟ لقيتها مش مكفية فضفت كوباية مية سخنة أو مية دافية كده مكان اللبن. وهبدأ أخد منها شوية بشوية على حسب بقى العجين ما هياخد. طبعا الدقيق بيختلف، فعلى حسب الدقيق ما هياخد معايا. هبدأ بقى ايه ان انا اعجن بقى العجينة بتاعتي كده. وطبعا ما شاء الله الطبق عمال يلف ويدور. ما شاء الله عجانة يدوي. اهو بدأت ان هي تتلم معايا. هحصل لك اي حاجة لازقة في الطبق وحطيتها على الترابيزة. وهبدأ بقى ايه رش الدقيق كده عشان الحاجات اللي لازقة في ايدي تطلع. وهخدمها كويس بقى على الترابيزة كده، ولما تتلم معايا خالص. او دلوقتي انا بدأت استخدم ايه ربع كوباية الزيت اللي انا كنت ركناها من البداية خالص وانا بحط المقادير. دي بقى ليه؟ عشان بتخلي العجينة تنعم معايا بسرعة. عجنتها طبعا، ما حبيتش اطول عليكم كتير.
لميتها اديتها ده مسحة زيت كده. بعد ما اتعجنت هبدأ احط عليها كيس بلاستيك اهو، وهغطي وشها كمان، هغطيها كويس بالفوطة، وأدفى مكان عندك في البيت حطيها فيه. ممكن لو احنا طبعا في الشتاء والدنيا سقعت تفتحي فرن البوتاجاز 5 دقايق وبعدين تطفيها، وبعد كده تدخلي ايه الطبق بتاع العجين ده. المهم تكوني اتأكدتي انك طفيتي الفرن. بصوا ما شاء الله بعد ما خمرت، الله اكبر، ملت الطبق ازاي. هبدأ بقى ناخد جزء جزء كده، وكل جزء هاخده هحشيه وهشكله بتشكيل مختلف تماما وحشوة مختلفة تماما عن الجزء التاني. زي ما قلت لكم العجينة بتاعتنا النهاردة غنية جدا، طعمها حلو قوي قوي، هتمشي معاكي لو عملتي بيها اي حاجة هتعمليها هتبقى حلوة معاكي ونتيجتها تحفة. بصوا انا اول جزء خدته ده انا هعمله هعمله سينابون. جبت معايا قطعة كده من الزبدة، مش هكتر، فردتها على العجينة بتاعتي، وحاولت على قد ما اقدر ان انا اخليها مستطيل، بس هو يعني ماشي حاله يعني، اعتبروه مستطيل يا جماعة ما تدققوش. رشيت كده بالمعلقة، معلقة كبيرة من الكاكاو، معلقتين من القرفة البودر، معلقتين كمان من السكر العادي خالص اللي بنحطه على الشاي. وسويت القصة دي كلها كده مع بعضها، وبدأت ان انا الف الرول بتاعي. خلي بالك بس ان ايدك ما تجيبش المكونات اللي جوه دي والقرفة والكاكاو على العجينة من بره عشان ما تتحرقش معاكي في الفرن. هبدأ بقى بسكينة حامية جدا اقطع. لو مش هتعرفي تقطعي وتخليها، بصوا هي طالعه معايا زي الفل اهي، ما غرزتش مني كده لتحت. لو مش هتعرفي تعملي القصه دي بالسكينه يبقى بخيط، تمشي الخيط كده من تحت العجينه وتبداي تجيبي الطرفين عكس بعض. ما شاء الله عليها اهو. الصينيه بتاعتي اهي هغطيها بقى واسيبها تخمر. طبعا لازم انسه كارما تحط التاتش بتاعها، عايزه تقطع معايا زي ما بقطع. جزء تاني من العجينه فردته وجبت قطاعه. هاتي بقى قطاعه زي الشكل اللي تحبيه، انا حبيت الشكل ده قوي. عايز تعمليها بكوبايه مدوره باي حاجه، اي شكل، مش هتفرق يعني، شبه ورقه الشجر كده. ودي هعملها ميني بيتزا. دهنت الصاج بس مسحه خفيفه كده من الزبده او الزيت عشان بس العجينه بتاعتي تطلع بسهوله. وطبعا كالعاده يا ساده لازم انسى اعمل العجينه بتاعت البيتزا بالشوكه، فطبعا تعلى معايا، او افتكر في صاج والصاج التاني لا، مش عارفه ايه قصه الشوكه دي معايا، دايما بنساها يعني. انتي بقى ما تنسيش، خليكي اشطر مني. كان عندي شويه صلصه كده في التلاجة، بس مش صلصة علب، لا صلصة انا عاملاها، فحبيت ان انا استعملها، هتسهل عليا لاني مش فاضية اعمل صلصة مخصوص للبيتزا، وبرضو طلعت حلوة. فردتها كده، واللي عندك حطيه، البيتزا ما بتقولش لا على اي حاجة. انا حطيت الصلصة دي والفلفل، وكان عندي لانشون كنت انا عاملاه معاكم، لانشون فراخ. الفيديو ده على فكرة يا جماعة بقاله كتير جدا، وانا حقيقي يعني كانت نفسيتي تعبانه قوي قوي، وما كنتش بحب ان انا انزل اي فيديوهات. يعني المهم ربنا يفرجها يا رب على الناس كلها. الاحداث بتأثر فينا حتى لو احنا مش واخدين بالنا، بس بنتأثر. حطي بقى الحشوة اللي تعجبك. انا حطيت جبنة موتزاريلا، وحطيت قطع من اللانشون والجبنة والفلفل والطماطم. خدت كمان جزء من العجينة وفردته كده ودهنته بالزبدة، وهبدأ ان انا اطبقه. انا كنت عايزة اعمل باتيه، فدهنت دهنة من الزبدة كده، وهسيب العجينة بتاعتي دي تستريح والزبدة تشد، هحطها في التلاجة حوالي نص ساعة. انا دهنت هنا زبدة ليه؟ انا دهنت هنا زبدة عشان انا عايزاها تطلع مورقة من جوه. الزبدة هتعمل لي كده زي طبقات كده جوه العجينة، فهتورق معايا.
طبعا هرجع بقى اجيبها من التلاجة واشكلها، بس مش دلوقتي. دلوقتي هعمل خلية النحل، بس خلية نحل حلوة بالشوكولاتة. ممكن انتي تستبدلي الشوكولاتة وتعمليها بالجبنة، او تحشيها حتى باللحمة، او تحشيها ميكس جبن، او ممكن كمان تحشيها بخلطة البيتزا اللي هو الزيتون والفلفل والجبن وكده. يعني هي تمشي معاكي بحشوات كتيرة جدا. لو عايزة حتى تعمليها سادة، ولما تستوي تفتحيها كده بالسكينة وتعملي الحشوة اللي تعجبك برضو هتمشي، مش هتقولك لا. بصوا، انا كان عندي مكعب شوكولاتة كده في التلاجة، كسرته بالسكينة وبدأت اخد قطع كده من الشوكولاتة المكسرة دي واحشيها جوه الكورة بتاعتي. برضو دهنة الصينية، دهنة مسحة بسيطة كده من الزبدة او الزيت، وبسيب ما بين كل كرة والتانية مسافة، بحيث ان هي لسه هتخمر، والمسافات دي هتتملي، هتشوفوها معايا دلوقتي حالا اهي، ولا سحر ولا شعوذة. شفتوا؟ طيب معايا انا بقى بعد ما خمرت معايا معلقة لبن بودر، عليها رشة سكر وشوية مية، دوبتهم كده ودهنت بيها وش المعجنات بتاعتي. وبقيت المعجنات دهنتها بصفار البيضة اللي انا كنت شايلاه، حطيت عليه شوية اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، شوية لبن ومعلقة خل. طيب العجينة اللي انا كنت دهنتها او فردت عليها الزبدة وطبقتها وشلتها في التلاجة، جبتها اهو، لقيتها هتلزق معايا في الترابيزة، فديتها تحتيها رشة من الدقيق، رشة خفيفة خالص مش بكتر. هبدأ ان انا افردها وهقطعها مستطيلات كده، هقسمها بالسكينة. وانا جايبة شرايح كده من لانشون الفراخ اللي كنا عاملينه سوا، والجبنة الرومي. وهتشوفوا بقى دي كانت وهم، وريحتها قلبت الدنيا هي والبيتزا بصراحة. ليه؟ لان ريحة الجبن لما بتسيح بتبقى قوية كده وبتملى البيت. بدأت اخد كل شريحة جبنة اقسمها كده على قد المستطيل، احط مثلا الشريحة دي كسرتها على نصين، فاحط النصين فوق بعض واطبق كده زي ما انتوا شايفين معايا. عملت لي عدد حلو برضو مش بطال، وكانت حلوة جدا جدا. دي برضو تنفع قوي في المدرسة. حطي الحشوة اللي تعجبك. الجزء ده كله عملته جبنة رومي، والجزء التاني عملته لانشون على جبنة. بصوا بوريكم ان هي بس بقت زي طبقات كده. ممكن ما تحطيش جبنة رومي ولا لانشون اصلا، تحطي عندك اي نوع جبنة، حتى لو كانت يعني جبنة قريش مثلا مش هتقول لا. صينية كمان، وبرضو راعي ان الصواني اللي بتستخدميها عشان الحاجة ما تلزقش. اخر قطعة عجين معايا اتبقت، فردتها كده دايرة ورحت مقطعاها ارباع كده زي ما احنا شايفين او مثلثات. وكان في معايا قطع كده شوكولاتة كانت متبقية معايا، فعملته ميني مولتو كده صغنن بالشوكولاتة، وعلى فكرة ساحت وكانت حلوة قوي قوي، والبنات فرحوا بيها جدا، انا نفسي كنت فرحانة بيها. اهي بتلفيها كده وبترصيها برضو. بصوا بقى، من قلب الحدث، من قلب الفرن، الحاجة وهي بتستوي شكلها يفرح. بصوا الجمال، ذهبي مستوية وهشة وطرية. بصوا الشوكولاتة. طيب تعالوا بقى نعمل شوية صوص جبنة كده علشان السينابون بتاعنا. لقيت عندي 3 مثلثات من الجبنة، حطيت عليهم 3 معالق سكر بودر، حطيت عليهم كوباية من الحليب، حطيت عليهم معلقتين. تحطي بقى المعلقتين دول تحطيهم لبن بودر براحتك، تحطيهم كريم شانتيه ماشي، تحطي الاتنين لبن بودر وكريم شانتيه لو متاح. ربنا يا رب يجعل بيوتنا كلها خير وبركة. بيطلع حلو 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 قوي. وكان في عندي الشوكولاتة البرطمانات اللي كنت عاملاها معاكم برضو، خدت كده شوية. عايزه اقول لكم السينابون ده بيبقى رائع. وادي الباتيه بتاعنا
بصوا دهنة الزبدة اللي دهناها وريحناها، والجبنة اهي، ولا بريز ولا موتزاريلا ولا اي حاجة، جبنة رومي عادية وساحت وبقت جميلة. يا رب يا رب المعجنات دي تكون عجبتكم. بصوا عملنا كام نوع ما شاء الله، الميني بيتزا والسينابون وخلية النحل اللي بالشوكولاتة والباتيه اللي بالجبنة والمولتو كمان الصغنن. وكل التشكيل ده حبايبي بعجينة واحدة. ان شاء الله هتجربيها وتعجبك وهتعتمديها، وبألف هنا.